السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. هنتكلم النهارده ان شاء الله فيديو مختلف شويه. الفيديو ده اولا كده لا يحث على التواكل ابدا، ولا يحث على ان انت تاخد الامور بمنتهى البساطه وما تشوفش وراك. هو الفيديو ده ليه معنى تاني، وهو معنى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لما انت تحاول تعمل اللي عليك في الوقت القليل اللي عندك، بس تنسى اللي فاتك، انسى اللي انت عملته وانسى التقصير اللي انت عملته، بس حاول تستغل الفتره اللي عندك. لو انت فعلا حاولت تستغل الكم القليل اللي عندك مع دي قدرتك في الفتره ديت، ودي اقصى حاجه انت وصلت لها بعد ما ادركت ان انت كنت خاطئ الفتره اللي فاتت، وادركت ان انت لازم تصلح من نفسك. الفترة بقى دي ان شاء الله هيلازمك فيها توفيق ربنا. هي قصة صاحبتي معايا في الكلية. هقول لكم ايه اللي بيحصل بالظبط. اسراء صاحبتي اي امتحان مثلا يكون عندنا، اي كويز عندنا مثلا، اي حاجة ليها علاقة بالاسئلة والدرجات بتاعتنا وكده، بتكون داخلة الامتحان او داخلة الكويز ده عندها قناعة وعندها يقين تام ان الامتحان مش هيخرج بره اللي هي ذاكرته، بغض النظر عن كم اللي هي ذاكرته. هحكي لكم كذا موقف مر علينا وهي بتعمل ايه علشان توصل للنقطة دي. اسراء كان عندنا مره امتحان في CBS، بعدين هي جت قالت لي انها مذاكره كذا وكذا وكذا، مذاكره 3 صفحات من اصل 50 صفحه. فانا قلت لها يا بنتي ليه ما ذاكرتيش دلوقتي؟ انت ضيعت وقتك كده، احنا كان عندنا مده حلوه قبل الامتحان تذاكري فيها، انت ليه ما ذاكرتيش؟ انا قالت لي اهو ده اللي حصل بقى وخلاص وربنا يستر بقى وكده. ذاكرت 3 صفحات بس، وراحت لي ال3 صفحات دول سريعا كده قبل ما يدخل الكويز ده. بعدين انا دخلت الكويز. هو احنا الكويز عندنا مقسم لجروبات كده، يعني كل جروب ليه اسئله معينه، ليه بورت معين بيتسال فيه في الكتاب كله. المهم الدور بتاعنا والكويز بتاعنا كان نفس الاسئله اللي اسراء ذاكرتها، بس الامتحان ما خرجش بره اللي هي ذاكرته بالمعنى الحرفي. الامتحان ما خرجش بره الاسئله اللي قالت لي عليها، الامتحان ما خرجش بره ال3 صفحات اللي هي كانت مذاكراها بس كده. ده اول موقف. تاني موقف، كان عندنا امتحان لسه قريب الترم اللي فات، CNS اللي هو السنترال نيرفس سيستم، المخ والاعصاب وكده. بعدين في الامتحان ده الدكتور كان قايل انه الامتحان ده كان هيجي شديد وهيجي صعب، ويعني مش كله هيعرف يجيب درجات عاليه، ولا كله هيعرف يجيب امتياز ولا الكلام ده كله. بعدين انا بحب قبل الامتحان كده اقرا معاها، راجع معاها كام بوينت، كام نقطه كده. بعدين قاعده معاها قبل الامتحان، ذاكري كذا وذاكري كذا ومش عارفه ايه وركزي على ايه والكلام ده كله. اسئله تافهه ما تجيش في الامتحان، الدكتور مأكد الامتحان صعب. قلت لها اسراء بذمتك هو الدكتور هيسيب كل الامتحان ده وهيسيب كل الاسئله الصعبه اللي في الكتاب دي اللي احنا اصلا مش عارفين نذاكرها ولا نحفظها وهيجيب الكام نقطه اللي هايفين دول؟ قالت لي اسمعي بس الكلام وذاكري دول ونبقى عملنا عليها ومش عارفه ايه. انا دخلت الامتحان، الاسئله اللي اسراء اكدت عليها هي اللي في الامتحان بجد. السؤال اللي قالت لي ذاكريه موجود، السؤال اللي قالت لي عديه ومش هيجي مش عارف ايه ما جاش، مع ان الدكتور قال الامتحان يكون صعب، بس الاسئله التافهه اللي انا قلتها التافهه ديت ما تقوليهاليش عشان انا تافهه ومش هتيجي في الامتحان، هي اللي جت في الامتحان. الاسئله التافهه اللي قالت لي عليها دي معظم الاسئله قالت لي عليها جت في الامتحان. ده تاني موقف. تالت موقف، كان عندنا مره مديول اسمه ريسبيراتوري. وبعدين انا في المديول ده بصراحه كنت تعبانه وما ذاكرتش تمام، ما ذاكرتش يعني خالص، اللي هو حاجه قرات المنهج كده سريعا، سمعت ريكورد مختصر اللي هو كمذاكره وكحل في الكويز لا ما اعرفش احل طبعا يعني ما كنتش ذاكرت. بعدين قعدنا بعد المحاضره قعدت تشرح لي حاجات مهمه وتذاكري لي كده مش عارفه ايه. بعدين قلت لها ان انا ما فيش حاجه ذاكرتها خالص، فانت يعتبر كده تبداي تشرحي لي من الاول تاني. فقعدت تشرح لي كده بالراحه وتشرح لي كل الاجزاء المهمه، تشرح لي كل الصفحات اللي متحدده علينا في الكويز، شرحت لي كل حاجه، بس في كام سؤال اكدت لي عليهم، ده ركزي عليه بتكرر، ده ركزي عليه، ده ركزي عليه. اللي مش عايزه اقول لكم برضه ان الكويز ما خرجش بره اللي هي قالت لي عليه، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيدها يا رب ويبارك لها. فكل اللي بتقول عليه وكذا مره كتير قوي تقعد تذاكر لي قبل الامتحان وتقعد تشرح لي، انا بحبها جدا وبحب اقعد معاها وبحب اخد منها كده كل الحاجات اللي اكد لي عليها، بحب استفاد منها عامه وبحب كلامها. وشها كده بشوش قوي. بصوا عارفين لو ربنا سبحانه وتعالى نزل ملاك على الارض مش هيكون اجمل من الشكل اللي هي عليه ده بجد، في الاخلاق وفي الطبع وفي الشكل وفي كل حاجه حلوه. طيب اسراء بتعمل ايه بقى؟ اللي انا بجد واللي انا شفته قدامي بعناية، معرفش ايه الباقي بس اللي انا شفته ولاحظته قدامي، اسراء بتعمل ايه؟ اسراء اولا بتعمل كذا حاجه. اول حاجه علاقتها بربنا سبحانه وتعالى عاليه جدا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني الفروض والسنن دول عندها دول اهم من اي حاجه في حياتها. بتحفظ قران بانتظام، هي ما شاء الله حفظ القران وختماه، بتكمل على حفظ القران يعني. كمان تحب كل الناس اللي حواليها، ما بتحبش تبخل باي معلومه عن الناس اللي حواليها. عارفين كده هي لو مذاكره نقطه لازم تقول لنا عليها كلها، لازم كل اي حد تعرفه، اي حد قبل الامتحان تقول ذاكرت النقطه دي، النقطه دي مهمه، ركز على الجزئيه دي، ركز على الحاجه دي، اي حاجه ذاكرتها لازم تقول اللي حواليها.
اسراء اي معلومه بتذاكرها سواء كانت مهمه او مش مهمه لازم تقولها اللي حواليها، لازم تقول للناس اللي حواليها هي ذاكرت كذا وكذا وده مهم وده مش مهم، والدكتور اكد على كذا. لو هي ذاكرت مثلا المحاضره او سمعت المحاضره الدكتور اكد على الافكار دي، لا الدكتور ساب الحاجات دي. بصوا ما تبخلش عن حد باي حاجه حتى لو كانت مش مذاكره يعني، بس هي قرات النقطه دي تقول لك انا قرات دي بس، ودي اهم النقط اللي فيها 1 2 3 بجد. اسراء ما بتقارنش نفسها اي حد، اسراء بتذاكر وخلاص وبتعمل عليها وخلاص وبتمشي في حياتها كده وخلاص. يعني حتى مثلا صحابها في حياتها تلاقيهم قلائل معدوده كده قليلين، او اصلا تحس كده انها لا مع نفسها كده بتحب تبقى مع نفسها اكتر. اسراء دي بجد يعني لو عايز تتعلم المعاني الربانيه كلها وكل الصفات الحلوه لازم نقعد مع اسراء بجد. فيعني ربنا يبارك لها وربنا يزيدها يا رب. دي اهم الحاجات اللي بتعملها، انها بتذاكر قد ما تقدر، بتعمل اللي عليها، ما بتبخلش على اي حد اي معلومه عندها، باي حاجه بتكون عندها مهمه او اي حاجه تحس انها ذاكرتها سواء مهمه او مش مهمه بتقولها للناس اللي حواليها. دايما كده تحس انها عندها تفاؤل وعندها باور كده، ما بتكرهش اي حد في حياتها، بتحب كل الناس اللي حواليها، ما بتقارنش نفسها باي حد. وطبعا ده كله علاقتها بربنا الحمد لله، ربنا يبارك لها يا رب في الهدايه المستمره دايما، وعلاقتها بوالديها ما شاء الله يعني ما شاء الله. يعني ان شاء الله تكونوا كلكم زي اسراء كده. فده توفيق ربنا بالمعنى الحرفي اللي انا شفته واللي انا صدقته واللي انا وجدته قدامي في اسراء. يعني سبحان الله سبحان الله. انت لو عايز توفيق ربنا بجد اعمل الافكار دي واعمل الحاجات دي، وربنا يوفقنا جميعا يا رب. دايما تلاقي كده مثلا واحد يقول لك انا ذاكرت بس ربنا ما وفقنيش، ربنا ما وفقكش ليه؟ فانت شفت ده بقى معنى توفيق ربنا. كنت بقى اعرف معنى توفيق ربنا الا لما شفت الاسراء بتعمله ده، والا لما شفت توفيق ربنا معي. فبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.